وانا ما مستعد يوميا اطلع اسوي لي فيديو على ست رغد ايش قالت وش حكت وش لغت. انا في فيديو سابق قلت لرغد صدام حسين بت الرئيس الراحل صدام حسين الله يرحمه، قلت لها يكفي انتي وبناتك تلوصون وتنزلون شغلات اني مالي دخل بي، لا عندي علاقة بيكم ولا الي شغل بيكم ولا عندي اتصال بيكم ولا اريد اعرفكم ولا اريد اصلا اجيب طاريكم، بس انتوا تجبرون الواحد بانه يطلع من الطريق. يعني انا هسه في البداية نقول لو اطلع الرسائل الخزي والعار اللي بعثتها يا رغد بنتك بنت الخائن حسين كامل الي على الانستغرام، والله حتى بنات الشوارع الساقطات ما يتكلمون بهذا الكلام، مو حفيدة الرئيس اللي مسمية نفسها. اصبح الرئيس صدام حسين بالنسبة الك يا رغد ولبناتك الساقطات اللي هن خلفة حسين كامل المجرم الخائن اللي بسببه تم زيادة الحصار على العراق، عشرات الالاف ماتوا بسببه، الخيانة العظمى، وبعدين رجع انقتل مثل الكلب مع احترامي للكلب لان ما له ذنب. وانت تعرفين لما رجعت من الاردن كيف كانت معاملة الرئيس الك الله يرحمه، شالك انت وخواتك وذبكم بمزرعة بتكريت ودخلوا لكم نسوان تكريت وشبعوكم كتل لحد 2003 ما طلعتوا من هذه المزرعة. فانت انتقمتي من الرئيس ابوك اول واحد، فاللي ينتقم ويحاول يتاجر باسم ابوه كل شي واحد يتوقع منه، يتوقع الخسة ويتوقع النذالة ويتوقع الطهارة ويتوقع كل شي نقص يطلع من عنده. اولا انت نكرتي قلتي بانه من طلعتي انت والخائن حسين كامل 1995 الى الاردن كنت ما تعلمين بخروجكم كلاجئين او طالعين من العراق تسوون انقلاب مثل ما راد الرجلك المقبور يسويه، اللي كان عريف وبعدين صار ملازم، ولو ما الرئيس كان باقي يسوق الموتور مالته ويمشي وياه، سواه وسواه ادمي، وبالنهاية اول ما طعن بيه هو وبنته الكبيرة اللي للأسف خلفك في يوم من الأيام وجبت العار إله ولاسمه. طلعتي إلى الأردن قلتي والله أنا كنت مجبورة وما قلت أتكلم، هذا الكلام الفارغ تمشين تقنعين بيه السذج والقاذورات اللي تتبعك. ليش؟ لأن أولا أنت كنت في ضيافة الملك حسين الله يرحمه، وحسين كامل ما كان يقدر يمنعك لو صحتي أحد الحراس وقلتي يا حارس بلغ جلالة الملك أنا أريد أرجع للعراق لأن حسين كامل وهو زوجي نكت بي وقال بأنه راح يسوي انقلاب وأنا ما متفقة معه وأريد أرجع إلى العراق وأرجع إلى والدي لأن ما أطعن بظهر والدي. بس أنت خائنة حالك بل أكثر من حسين كامل هو نفسه، لأن أنت من صلب الرئيس صدام وأنت من عائلته، فكيف على الغريب؟ هو ما حسين كامل مو غريب من عمامه. طيب وأنت في الأردن كنت تقولين أنا مجبرة، بس ماكو واحد ينجبر 6 شهور أو 7 شهور قاعد في البيت.
كل هذا عفناه وسكتنا وما تكلمت نهائيا. وكنت تعرفين كل الزين بأن كان اكو اتصال بيني وبين صدام كامل وبيني ومرات بين رجلك المنبوش حسين كامل اللي كان رافع خشمه ويعتقد بأنه هو فد شيء ولازم الكل تسجد له والكل تقعد تحكي وياه وهي مطقطقه راسها ومدنجه راسها، لأن القائد الفريق أول ركن حسين كامل دا يتكلم معه كلمة واحدة: يا رغد يا بنت صدام حسين، ما نقول بعد الاحتلال، قبل الاحتلال، أريد مرة واحدة أو تذكري لي أو أحد يذكر لي أنت تقولين أنا العراق وقاعدة تنفخين بنفسك وأنا العراق ويوميا مسوية مناسبة. أريد أعرف قبل الاحتلال كم شخص ساعدتي من العراقيين وفي العراقيين، من أهلك نفسهم التكارتة، من أهلك نفسهم اللي حواليك. أنا أقول لك إيش قد؟ صفر. ليش؟ لأن أنت معروفة من ضمن عائلتك والناس تتصل بي من ضمن عائلتك وعندي علاقات من ضمن عائلتك. قالوا لي أقدر شخص تتعامل معاه هي رغد، بعكس أختك رنا الله يحفظها وبعكس أختك حلا الله يحفظها. لا طلعوا بصحيفة ولا طلعوا بإعلام ولا طلعوا بأي شيء. واحد غيرك يطم نفسه بابا أنت شو وقت تعقلون وتفهمون؟ زمانكم انتهى، زمانكم انتهى، ما يرجع ولا راح يرجع، ولا عمركم راح تقودون العراق مرة ثانية. لأن راح أكون اليوم بدون أصلا بعد، يعني أنتم ما خليتوا احترام لحتى الرئيس اللي ضحى بنفسه ودمه وروحه، ما خليتوا حتى احترام له. بس أنتم معروفين بالخبث، معروفين بالنذالة، معروفين بالحقارة والحقد. الحقد في دمكم، الحقد مزروع جذوره في عقليتكم المتعفنة القروية البدوية، مع احترامي للبدو. عقليتكم هذه القروية اللي عبالكم تديرون عشيرة مو دولة وصلتكم إلى هذا الحال. صدام حسين أكبر غلط سواه في حياته قرب عائلته، أخوته وولد عمه وما أعرف شنو، وشفتوا النهاية وين وصلت. ابن عمه قرايبه مرافقة هو اللي سلمه للأمريكان. وارجع واقول اقسم برب العباد، اقسم برب العالمين، لو صدام حسين وعدي وقصي كان طالب حماية أهل البصرة أو العمارة أو الناصرية أو الكوت، أقصد الجنوب ووسط العراق، كان لليوم حي، كان لليوم أعطوا دمهم وما كان سلموه. لأن ذولا أهل غيرة، لأن ذولا عندهم شهامة. ولحد يقعد يزاود علي ويقول لي قاعد تتملق لهم، لا قسما بالله أنا عاشرت ذولا الناس وأعرف أهل الجنوب ما يبيعون اللي دخل عليهم وما يبيعوا لو تقوم القيامة. هذولا اللي هسه مسمين نفسهم احنا أهل تكريت وكل واحد عاوج عقاله، لو بالأردن لو بتركيا واحنا كذا وحزب البعث. انتوا صفر. وتحكوا لي باسم الرئيس لليوم، وتحكوا لي باسم الرئيس والشهيد، وانتم من بعتوا الرئيس وبعتوا الشهيد. وارجع واقول لو صدام حسين وصل الى البصرة او العمارة او الناصرية او الكوت، اقسم بالله هو واولاده لليوم عايشين، وكان اهل الجنوب دافعوا عنه الى يوم الدين. ليش؟ لان اهل غيرة واهل نخوة. انا لا اتكلم على اهل الغيرة، اهل الجنوب الناس اللي تقعد واحدة انت منهم يا رغد، تتذكرين من يصيح لهم شروقية انت بوحدة من الشقق؟ موجود عندي وصلني الصوت والصورة إلك.
58 ثانية، يعني حتى مو دقيقة. قسما بالله يا رغد إذا ما بطلتي الملاعب مالتك راح أنشر هذه ال 58 ثانية إلا أخليك تطمين نفسك بعد ما تشوفير شكلك الأحد اللي قلت بيه الشروقية والكراد السخفاء جماعة إسرائيل والسنة الخبثاء. لعد ايش بقيت بالعراق؟ إذا شيعة شروقية وسنة خبثاء وكراد عملاء إسرائيل ايش بقيت بالعراق؟ ايش بقيتي؟ بالله أهن المسيحيين ناس فقراء، الصابئة ناس فقراء، يعني العراقيين كلهم فقراء. أنت تكرهين العراق، أنت وحدة ساقطة حاقدة على العراق، ولحد اليوم حاقدة على العراق، وما راح ترجعين للعراق ولا تشوفين العراق، لأن أنت أولا ما تريدين العراق ولا عمرك ردت العراق. أنت وبناتك الساقطات، بنات حسين كامل المجرم الخائن العميل اللي حتى ورط أخوه صدام تتذكرين انت كل الزين. بليلة الرجوع اتصل بي وانا بلندن قال لي ابو عمر احكي ويا ابو علي ترى هذا راح يودينا للتهلكة، وكان مريض عنده فلاونزا قوية وصوته بالقوة كان ينسمع. تتذكرين هاي الحادثة؟ قلت له اعطيني اياه، قلت له ابو علي هذه مشكلة وهذه كذا. قال لي انت لا تتدخل، حكى لي اياها بالتكريتي، انت لا تتدخل ومالك شغل، هذه شغلة قيادة. يلا وين صرت؟ حتى قبر ما عندك، حتى ما حد يعرف وين كنت، جثة مالتك ما حد يعرف وين صارت. اختلاف بيني وبين اخوك موجود، كان اختلاف بيني وبين عدي كان موجود، ولو كان عايش لليوم انا وياه حيه وبطنش، بس ما طول مات مع العلم قتل والدي، لعب خلقه بيه، سجن عائلتي، بس ما طول مات اقول الله يرحمه. اريد اعرف يا رغد شنو اللي سويتيه انت للعراق؟ شنو كان منصبك بالعراق؟ كل شيء ماكو، صفر. شنو كنت بالعراق؟ صفر. خشمك عالي على الفلاح اللي ببيتك، على الجندي اللي كان يحرسك، كنت تلعبين طوبه بالناس. افنا وسكتنا وطلعتي وليتي الى الاردن، والملك عبد الله استقبلك وسواك ادميه، وفي فيديو مسرب تصيحين الملك والمخابرات الاردنيه ما باقين يحطوا لي كاميرا بس بالحمام. والله انا لو مكان الملك عبد الله الا اطردك من الاردن ولا اخليك. ليش؟ لان انت وحده عار ناكره للجميل. وانا لو اريد ارفع قضيه عليك، بس انا ما عندي اتصال بالاردنيين او بالمحاكم الاردنيه، واعرف راح اخسر القضيه لان بيها علاقات وبيها شغله سياسه. بس قسما بالله يا رغد لو تحطين رجلك في اي بلد اوروبي الا اقاضيك وبيعك هدومك، اقسم برب العالمين. استحي على نفسك مثل المقادي انت وهذه شو اسمها حنان عبد اللطيف القرن مالتك، تتذكريها؟ تعرفيها من هو اللي قاعد تغرد لك على التويتر وغيرها؟ واحنا نعرفك يا حنونه، نعرفك يا حنونه عبد اللطيف انت من هو ووين انت. فلا تفتحي لي الجبهه ويا ناس انت ما تعرفين نهايتك شلون تكون معاهم، وروحي تقولي هم تهديد وما تهديد. احنا ما نهدد، بس انا افضحك فضيحه الله لان ماضيك كله عندي انت ورغوده. فاحترموا نفسكم، ولا حد يقول هذه اعراض ناس. لو كانوا يحترمون نفسهم ما كان تجاوزوا تكلموا بالسياسه، راح يقولوا لها مو سياسيه. لا، اللي تتكلم هذا الكلام وتمشي مسويه نفسها قائد، لا هذا سياسيه، ترد عليها حاله حال الرجل، ما طول موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي وتحكي لك حق الرد عليها. من تقعد تسبك او تغلط عليك او تنتقص من عندك، لا لك حق تردها. فانت وهذا بشار ابن عمك ابن السبعاوي اللي قاعد بالنمسا يقود، وانت تعرفين كل زين عليه من، وغيره 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 اللي قاعدين هنا وهناك،
اللي يتفاخرون احنا ولد عمو صدام وولد خالو صدام، وهم باعوا صدام وتاجروا باسمه، وانت اولهم. احترموا نفسكم، احترموا الرئيس صدام حسين بقبره، لان ترى قاعد يتقلب ويريد يطلع من القبر يقصقص رقابكم، ومتندم على كل يوم خلفك ومشي هذول القردة اللي مسمين نفسهم قرابته، اللي مسمين احنا قرابة صدام. زين، وشفتوا اول من خانه هم اهله وقرابته. فيا رغد اخر انذار، بعد ما اقول لك ايش راح يصير وراها، قسما بالله اخلي فضيحتك هالمره بجلاجل صوت وصوره. سبيت الشيعه، سبيت الكراد، وسبيت السنه، هم هذا العراق. واذا ما احترمتي نفسك انت وهذه الدايحه حرير بنتك، بعد نقول تتحملون النتائج، تتحملون النتائج. ويا مجدية اللي تسمين علي تقولين نصاب، كلمة نصاب ترى وصلتني بالصوت، تعرفين ترى مو كل من قاعد وراك وياك هذول تملق. انت تعرفين انت تموتين على ناس يقعدون ينفخوك، وسترغد واحد يفتح لك الباب، واحد يسد لك الباب، وسترغد جدتي وسترغد راحت. بس وصلني التسجيل تقولين علي نصاب، هذه كلمة راح ادفعك عليها الثمن. انا مو نصاب، انت النصابة يا رغد، انت وبناتك. تتذكرين ايش قد خمطتي من قطر بحي الشيخة موزة، طردتك من قطر لما عرفت شنو اللي صار، ومن الامارات، ومن المرحوم القذافي، نسيتي؟ ومن الاردن والامارات والبحرين، تمشين وتقدين، وسويت امبراطوريه ايش كبر ايش عرضها بملايين الدولارات، ما كفاك حسين كامل وفلوس حسين كامل اللي بكتوها، والفلوس اللي بكتوها بالطلعه مالتكم. بقيتي على قولة هذول الايرلنديين بالعراق تقطين بالدول، ما قمت تقطين بواحد، دول كامله تقطين بيهم. وفلس واحد اتحداك يا رغد، اتحداك اذا ساعدت بيها عراقي مسكين فقير نايم على ارصفة الاردن او بالاردن، او كان نايم بالعراق، وصلت الى عراقي، اتحداك. فلا تقعدين تبيعين وطنية. واتحداك اذا اكو عراقي انت شغلتيه ولا اعطيتيه فلوس وقلتي له هاك هاي من اختك اني بنت صدام حسين، لا والله ولا واحد، ولا واحد. والناس كلها تكرهك، والناس كلها هذول الداير مدارج، ذول الخليجيين احنا نقول. انت تعرفين ليش داير مدارج؟ لان يريدون يشتغلون فرنسي ووراها بالشلاق. وانت تعلمتي بعد، والله لو صدام حسين قاعد هسه الا يملص رقبتك يا رغد، انت واحفاده جهال الخائن حسين كامل.